سيادة العقيد، أنا عاوزة أعرف من حضرتك حاجة مهمة جدا، وتحديدا كلامي مع سيادة اللواء بأنهم أو سيادة اللواء قال أنهم فقدوا قدرتهم على الحشد. فقدوا قدرتهم على الحشد عشان أشياء كتير، لكن خلينا نقول في بدايتها كان إحساس بعض الإخوان بالخيانة من قبل القيادات الإخوانية. هل كلامي صح ولا في بعض الأشياء اللي حضرتك حابب تضيفها على الموضوع؟ لا طبعا، هو اولا في انقسامات رهيبه دلوقتي، والسياده اللواء يعلم ان هناك انقسامات دلوقتي في صفوف الاخوان المسلمين. نمره اتنين، ان في ناس منهم بيبتدوا يفوقوا للحقائق، وفي الجزء الاكبر منهم اللي هو طبيعهم بقى من ايام حسن البنا، الجبن والخسه. بمعنى ان هو لو لقى غفور في الشارع، جموع من الناس 1000 2000 يدخل يستخبى ويعمل اللي عايز يعمله. لما بيلاقي ان الدنيا مش امان 10 15 واحد خلاص بيقعد في بيتهم. وبالتالي ده اللي حصل النهارده. ولكن لازم هنا نقف برضو عند حته غايه في الاهميه في الحقيقه، لان احنا برضو باصين على الاخوان يا سياده اللواء وبنتجاهل عنصر اخر هو اهم في المعادله النهارده، وهم الاشتراكيين الثوريين وبعض من 6 ابريل. لو حضرتك بصيت على كل تقرير في التوك شو النهارده هتبص على الوشوش اللي في الشارع، ولاد ناس قوي، والشعر الكنيش والشنطه اللي بتتحط يا فندم، الشنطه اللي معقداني دي من يوم 25 يناير. معقده حضرتك بقى، كل لما تشوف واحد كده ماسكها وتلاقي شعره كنيش وابن ناس كده تعرفي ان ده اشتراكيين ثوريين او 6 ابريل. ما بيستحماش يا باشمهندس. ما بيستحماش. فهم في الحقيقه ده النموذج الاخطر النهارده في الشارع المصري، وهو بيعيد تنظيم نفسه مره اخرى. وكل اللي موقفه دلوقتي هو التمويلات الخارجيه. اذا التمويلات الخارجيه بمعنى التمويلات الخارجيه يا فندم اللي كانت بتيجي واتقفلت الحنفيه بتاعتها. لا، هي ما اتقفلتش، لان النهارده مرصود ان في تمويلات بتيجي لبعض الناخبين او اللي بيظنوا ان هم هينزلوا انتخابات مجلس الشعب الجايه، في اموال مرصوده جايه من الخارج لهؤلاء، يعني كالعاده. المعركه الحقيقيه والمعركه الرئيسيه لمصر هي المعركه البرلمانيه القادمه، ما بين من سيحتل كراسي البرلمان إذا كانت الدولة المصرية أم الأجندة الصهيو أمريكية. وبالتالي لازم في فلوس هتتضخ أو اوريدي اتضخت الفترة دي. نرجع بس للمشهد بتاع النهاردة. لازلت أكرر أن الاشتراكيين الثوريين و6 إبريل هم أكثر شراسة على الدولة المصرية من الإخوان المسلمين اليوم. اليوم الإخوان المسلمين في أقصى درجات الضعف، تنظيمهم بينهار على فكرة داخليا وخارجيا. المعادله النهارده لازم يتبص لها بشكل اخر، ان في اطراف اهم دلوقتي في الشارع المصري في الحقيقه، وهم اللي انا قلت لحضرتك عليهم. ويمكن هو اصلا من البدايه، يمكن يا سياده اللواء احنا كنا بنتكلم ان الاشتراكيين الثوريين والاخوان هدفهم واحد، فبيتفقوا في هذا الموضوع. هو الوجه الاخر من العمله يا فندم. مظبوط. الوجه الاخر من العمله.